حد من المسؤولين بتوع مصر، السفراء بتوع مصر يعبرونا. بقالنا 15 يوم هنا، لا شطفنا لا نمنا لا عملنا اي حاجه. عاوزين اي حد مسؤول يعبرنا. لما رحنا للسفير المصري في طرابلس في ليبيا قال لي امشي لتونس. مفيش ولا واحد مسؤول من المسؤولين ولا واحد مصري عبرنا. مفيش واحد عبرنا. التوانسه هم اللي قابلونا، توانسه صغار هم اللي قابلونا بالميه والاكل. عاوزين واحد من المسؤولين اللي قاعدين ياكلوا ويناموا جنب نسوانهم واهاليهم. عاوزين حد يعبرنا هنا. فين احنا محبوسين هنا في تونس؟ مفيش حد مش عارفين نروح. رحت عشان جوني جاي في الطريق استغل مني 2000 دينار وتليفوناتي وفلوسي. المشير العرق بتاعي استغد مني وانا جاي من ليبيا لتونس. قال لي السفير نفسه لما رحت له هناك قال لي هتروح لتونس هتلاقي 15 طياره. ما لقيتش حتى عربيه كارو تروحني. عشان امشي كل ما امشي بدفع فلوس. تليفوناتي 2000 دينار. كل دبش في الهدوم بتاعه في ليبيا. التوانسه استقبلونا هنا احلى استقبال، اكل وشرب ونوم. هنعمل اكتر من كده. عاوزين نروح. 15 يوم ما غيرتش لبس اللي عليا، 15 يوم ما نمتش. عاوز انام. اهلي في مصر مش عارف عنهم اي حاجه. انا عاوز اي حد يسمعني. 15 يوم هنا مفيش حد بيعبرني. لا الجزيره جت، لا العربيه جت، لا اي حد. انا عاوز اشوف السفير. لو شفت السفير المصري والله اموته اقتله قتل. السفير المصري ده نفسه واحنا ان شاء الله او اي حد من المسؤولين. انا عاوز حد يعبر الناس دي. 30,000 مواطن لو في بيقول لك السفير المصري 15 رحله يوميا. 15 رحله لو الطياره بتدفع 200 نفر يعني ب 3000 في اليوم. فين من 30,000 لو 3000 في اليوم 3000 في اليوم هيحملونا في 10 ايام ال 30,000 دول. مفيش ولا واحد بيروح. مين اللي بيروح؟ ولا عائلات حتى بتروح، ولا بخيره ولا سفيره ولا حتى اي حاجه جت هنا. عاوزين اي حد يعبرنا. مفيش. 15 يوم ما شطفناش. مين اللي هيعبر؟ مين اللي هيعدل علينا؟ كل حد بيتكلم. السفير ما يتكلمش. السفير ما يتكلمش. السفير كذاب. السفير المصري كذاب. السفير المصري اللي في ليبيا كذاب. بيقول عملنا وسوينا والطيران والدنيا والدين، ولا طيران ولا بواخر ولا اي حاجه. الناس هنا متبهدله. يعني الناس يعني مش بتبهدل الناس يعني برضه كتر خيرهم التوانسه. الناس يعني التوانسه كتر خيرهم. اكل شرب نوم. بس الناس تعبت. الناس تعبت. ابدا من السفر قاعدين نروح لاهالينا. انا لغايه دلوقتي ما حدش ابني في ليبيا ميت او حي. انا يا ريت حتى التلفزيون يجيبني على الشاشه حتى عادي يركبوني يشوفوني عادي قاعد حي ولا ميت. لو سمحت احنا عايزين نعرف لو الحكومه المصريه بتاعتنا لو هي مش عايزانا يبعتوا لنا اي حد يتكلم باسمهم يفهمنا ان هم مش عايزيننا عشان نلاقي لنا صرفه لو ننتحر ولا نعمل اي حاجه هنا. لكن احنا مش جايين هنا تونس عشان ناكل ونشرب. احنا مش جايين تونس عشان ناكل ونشرب بس. احنا هنا دلوقتي بنتعامل معامله اللاجئين. واحنا هنفضل لحد امتى لاجئين؟ اي وعود بناخدها كلها كدابه. لحظه حاجه ثانيه. انا بلاش الثوار 25 يناير تضغط على الحكومه المصريه والخارجيه المصريه. احنا بشر. احنا هنا بنتعامل احلى معامله. التوانسه قابلونا بترحاب. واحنا بصراحه احنا مش حاسين ان احنا بشر. احنا مش حاسين ان احنا بشر. حكومتنا المصريه قصرت معانا. احمد ابو الغيط قصر معانا. حكومه مبارك لسه بتحكم في مصر. حكومه مبارك لسه بتحكم. عاملنا حيوانات. احنا بشر. المفروض يبقى في ادميه لينا يهتموا بينا. احنا لو سمحتم بنناشد ثوار 25 يناير، بنناشد الجيش المصري، الطيران الحربي يبعتوا لنا طيران حربي لتونس، يبعتوا لنا بوارق حربيه. كلام بس بنسمعه على الفضائيات وبنسمعه. لحد امتى انت لنا هنا في تونس؟ بقالنا 10 ايام ضاغطين عليهم هنا. امتى هنروح؟ احنا ضغطنا. الشعب التونسي تعب معانا خلاص. انا رحت عشان احنا الشعب المصري هنا الشعب التونسي مضغوط. لحظه بس. هو في حاله زينا بالظبط. انا رحت عشان احجز بفلوسي عشان احجز بفلوسي. مفيش طيران اصلا. يعني مصر ما بعتتش طيران. انا رحت عشان ادفع التذكره ب 500 جنيه. مفيش حد يستقبلني. رحت المكتب قال لي مفيش سفر لا بكره لا بعده. يعني رحت عشان ادفع فلوس كمان واسافر مفيش. قلت هدفع 500. احنا كنا في معسكر امبارح جايين من راس الجديد. قائد المعسكر كلم السفير المصري قدامنا قال له بكره اخر ميعاد الساعه 2 الظهر مفيش ولا مصر هيبقى في تونس ولا مصري. الكلام ده امبارح السفير. وقال لنا السفير المصري ما كانش كده هيجي لكم.
ولا جالنا ولا حد روح ولا شفنا اي حاجه ولا شفنا اي حاجه من اي حد. شو توصل مساج للحكومه بتاعك؟ انا عايز نشوف الحكومه المصريه تتصرف نروح، عايزين نروح، احنا عايزين نروح. احنا الشعب التونسي عارف احنا ايه مش عايزين نتكلم نقول شكرا ولا حاجات من دي زي ما قال، لان الشعب التونسي عارف احنا قد ايه بنعز وقد ايه قدرناه، مش عايزين كلام تاني اكتر من كده، بس احنا عايزين نروح. احمد ابو الغيط يشوف حل. يا فندم عايز اتكلم. استنى هيقول بس سيبوا يا جماعه. احنا في الاول بنشكر الجانب التونسي على كل اللي عمله. شكرا زايد، خاطر احنا بلد واحد. احنا بنشكر من القلب بصراحه. الحاجه الثانيه احنا بنناشد القوات المسلحه اللي احنا عارفين ان هم بيحبونا ومش هيسيبونا. الحاجه الثالثه ان احنا بنقول لابو الغيط ميعادنا ان شاء الله الوقت بعدين هنروح، وميعادنا ميدان التحرير ان شاء الله باذن الله. والله ما هنسيبه في ميدان التحرير. مصر تنتظر ميدان التحرير لكل جاي من ليبيا. بأمانة ربنا مصر تنتظر ميدان التحرير لكل 1.5 مليون جاي من ليبيا، عشان حرام لما القناه العربيه تذيع ان سفينه مصريه متاجره لتركيا عشان تاخد ناس تركيا. امال فين الاسطول البحري بتاعنا؟ فين الطيران بتاعنا؟ يا فندم بيقول لك 30 سياره راح طرابلس، 30 طياره بيروح طرابلس. وين الطيارات؟ ولا 4 في تونس؟ وين الطيارات؟ وين الحاجه اللي طالعه؟ ما فيش طيارات طالعه ولا فيش سفن ولا فيش اي حاجه. عاوزين نروح احنا ونوصل الرساله دي لسوهاج واهل سوهاج لو سمحت، وكل عيال سوهاج وبيت الحاج علي. احنا خارجين من ليبيا، معانا جميع جنسيات العالم، صين، بنجلاديش، اتراك، جميع جنسيات العالم. كل الناس مشيت ووصلت بلادها ما عدا المصريين. احنا عايزين نعرف ليه يعني؟ احنا عايزين نعرف الحكومه المصريه بتعمل معانا كده ليه؟